أنا سمعت يا يوسف إنك بتحب السينما، صحيح؟ يعني طب بتحب الأفلام العربي ولا الأجنبي؟ الأجنبي. اشمعنى يعني؟ عشان عشت بره؟ لا، عشان واضحين. اه، بس مش عاطفيين زينا. ومين قالك بقى إن إحنا عاطفيين؟ إحنا كدابين. ممكن تيجي توصلني التواليت؟ عاجبك كده؟ شايفه طريقه كلامه؟ الولاد في السن ديت بيبقوا حساسين قوي، وبعدين ما تنساش ان هو اتحرم من عطف امه. امه كل حاجه امه. محمود وطي صوتك، في خبر لازم تعرفه. خبر ايه؟ اكرم زهني اترقى، بقى اقوى من الاول. مش عارف انا ايه الجلياطه وقله الذوق دي. الناس عماله تجاملك وانت عمال ترد كده بطريقه كأن زورك واقف في حاجه. يا بابا انا بعبر عن اللي جوايا. ايه بقى اللي جواك؟ نفسي افهم انا بقى ايه اللي جواك ده. اسمع يا يوسف، تبطل حركات العيال دي. انت عارف انا بعاملك صاحبي قبل ما تبقى ابني، ولازم تعرف اني انا هختار شريكة حياتي زي ما انا عايز. مدام كليل. ايوه مدام كليل، هتجوزها ومن هنا ورايح هتعملها زي امك بالظبط. ايوه بس هي مش امي. هتبقى امك من هنا ورايح، هتبقى امك. انا مش عايز كلام تاني في الموضوع ده، اللي فيها مكفيني. يا اخي خليك معايا مش عليا. تصبح على خير. مش عارف اعبر عن اللي جوايا. ايه اللي جوايا مش عارف. طب ما تسيبه يتجوز. ده بيقول لي اتعامل معاها زي ماما. يا اخي قول له طيب، وبعدين يعني ما امك الاصليه موجوده، بروح شوفها اي وقت. حتى ماما مش حاسه بيا. يا سيدي احسن ما فيش. انت اصلك مش عارف يعني ايه تبقى يتيم. كل عيد العيال تبقى فرحانه الا انت. كل يوم ترجع من المدرسه تلاقي البيت فاضي تفتكرها. كل ام تحضن ابنها قصادك تشتاق لحضنها. انا جايز ابان عينك وعايز اتشاكل كل لحظه، بس والله انا طيب. ده انا حتى عمتك عليا من كتر ما حنينه ساعات ببقى عايزه ترمي في حضنها واعيط، بس ارجع واخاف لحد يضحك عليا. احلى حاجه ان انا كنت جايلك عشان اعيط لك، هتلاقي انت اللي بتعيط. بس خلاص بقى اضحك بقى يا اخي الله. مدام كليل، خير يا عزيزه؟ في واحدة اسمها فاطمة المصري عايزة تقابلك. دخليها بسرعه. اتفضلي. مساء الخير. اهلا، مساء النور، ازيك؟ اتفضلي. 2 قهوه بسرعه يا عزيزه. ازيك؟ الحمد لله. انا يعني محرجه قوي عشان يمكن حضرتك ما تكونيش تعرفيني يعني. امال مين اللي يعرفك؟ محمود حكالي كل حاجه عنكم، حتى لما كنتيش قلت اسمك برضو كنت هعرفك. عشان كده انا جيت لحضرتك. أأمريني. انا عارفه طبعا ان ابي محمود بيحبك قوي، وعارفه كمان ان انتوا ان شاء الله هتتجوزوا. هو للدرجه دي الموضوع؟ مش مهم التفاصيل يعني. انا قصدي اقول يعني ان انا عارفه ان انتي غاليه عنده قوي، وعارفه كمان ان انتي ليكي تاثير عليه، يعني ممكن توسطي لي عنده. طب ممكن اعرف ايه الحكايه الاول؟ معنى ان اكرم زهني اترقى يبقى مش هيسيبنا في حالنا ابدا. يعني ايه؟ رايك اننا نسافر؟ لا طبعا، بعد الصفقه اللي كسبناها بقالنا ارضيه في السوق، وبعدين لو سافرنا امريكا الضرايب مش هتسيبنا. انت ناسي قضيه الضرايب؟ ما عادش لينا غير مصر. طب واعدائنا اللي هنا؟
في كل حتة هتلاقي أعداء، دي قوانين السوق. طب والحل؟ مش معقول هنفضل قاعدين ساكتين كده ولا نبقى مجرد رد فعل لأي هجوم. محمود انا ما بقتش فاهم. أكرم زهني معاه السلطة والفلوس، احنا معانا فلوس، يبقى باقي السلطة والنفوذ، وفوق كل ده وسائل الإعلام والصحافة. لما تبقى مشهور عدوك يفكر 1000 مرة قبل ما يهاجمك. وممكن وانت تحت الضوء تبقى هدف سهل قوي لعدوك انه يصطادك. انا ست وحاسه بشعور فاطمه كويس. كل يوم ورا التاني بيعدي عليها من غير جواز، بيحسسها باليأس والإحباط. كل كلمة ونظرة موجهة ليها مش هتنيمها طول الليل. على إيه كل ده يا محمود؟ ده انت بنفسك اللي قايله لي على علاقة مسعد بحسين الدهشان. أنا قلت لها الكلام دوت، وأنت كمان عندك حق. بس لو فكرت فيها يا حبيبي، هما الاتنين مالهمش أي ذنب. عايز تقف قصادهم ليه؟ عايز تعمل فيهم زي ما أبويا عمل فينا؟ ده أنت بتحب يا محمود، واللي بيحب بيسامح. سامح اللي يحبه مش اللي يخونه. مبروك يا عروسه. الله يبارك فيك. مبروك يا فاطمه. الله يبارك فيك يا أبي. مبروك يا حبيبي. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. عقبالك يا حبيبي. عقبالك يا حبيبي. مبروك يا زين بقى كويس. الشربات. مبروك. الف مبروك يا محمود يا حبايبي. ألف مبروك. يا قمر. عفى الله عما سلف، وبقينا أهل خلاص. مبروك يا حبيبي. ربنا يبارك لنا فيك يا محمود. عقبالك بقى. يلا يا جماعه حطوا لنا اي اغنيه فريح. يلا. عقبال شكري وعقبال مريم. عقبالك يا مريم. عقبال الحبايب كلهم. يلا يا بولين شغلي الكاسيت. تعالي هنا رايحه فين؟ مفيش حاجه اسمها لا.